عليكم مشاهدينا الاعزاء عشاق التفسير والاحلام. معكم سماني تفسير الاحلام. صحيت في يوم من الايام قلبك مقبوض، حلمت انك انت بتموت او شفت حد بتحبه بيموت قدامك؟ ما تقلقش، الموت في المنام مش دايما بيكون شر ومش دايما بيكون نهاية. احيانا بتكون بداية حياة جديدة او رسالة قوية من عالم الغيب. خليني اقول لك على اول سر. رؤية الموت في المنام مش معناها موت فعلي، لا، في اغلب الاحيان بتكون بترمز لانتهاء مرحلة وبداية مرحلة تانية. مرحلة صعبة فيها حياة جديدة. ممكن تكون توبة عن ذنب معين، ممكن لو انت مريض بتدل على شفاء، او حتى تغيير في امور حياتك ذات نفسها. يعني لو شفت، طبعا تفسيره على حسب سياق الرأي، لو شفت نفسك بتموت ده معناه انك انت على وشك تسيب عادة سيئة او انهاء علاقة سيئة، وهتبدأ حياة جديدة تماما، وخصوصا لو ما كانش فيها جنازة ولا دفن. فده تطهير داخلي وانطلاقة جديدة وبداية حياة جديدة، ورموز ترمز بالسعادة ليك الفترة الجاية. طب لو شفت الشخص حي بيموت قدامك، لو كان الشخص ده بتحبه فده خوفك عليه، او ممكن تعلقك بيه قوي، يكون انت بتحبه قوي قوي متعلق بيه بشدة. لو شفت شخص بيكلمك، او بينكم من بعض مشاكل، معناها ان في مشكلة هتموت ما بينكم، والعلاقات والخلافات اللي بينكم هتنتهي. آه كمان لو شفت حد ميت بيرجع للحياة، دي من أجمل البشرى أو من أجمل الرؤى اللي الواحد بيشوفها. يعني من أجمل الرؤى معناها إن في فرق كبير، في إحياء أمر كنت مفتقده، آه، حاجة أنت كنت مفتقدها هتبدأ تحيا من جديد معاك الفترة الجاية. الموت في المنام لو كان بصمة بصمت وهدوء، لو شفت موت في هدوء وفي صمت وهدوء، فده بشارة بطولة عمر أو بداية خير لك. لكن لو كان شفت نفسك ميت وحواليك صريخ او بكاء شديد او جنازة كبيرة قوي، فده تحذير من مشكلة او مصيبة كبيرة، وعليك انك انت تنتبه لها. الموت في المنام بيخوفنا، لكن الحقيقة هو واحد من اعمق واصدق الاحلام، لانه بيكلمنا عن التغييرات اللي هتحصل حوالينا، وجزء من علم الغيب بيبعته لنا. شارك حلمك في التعليق، وهقول لك هل هو نهاية ولا بداية حياة جديدة. مستنية اشتراككم في القناة وتعليقاتكم، وان شاء الله هرد عليكم على كل رؤياكم، هرد عليكم بيها بإذن الله بنفسي.